احرق فلوسي، انا كني قاعد احرق فلوسي. اليوم احنا قلنا انه هذا اول مهرجان رسمي بطابع رسمي برعايه رسميه. صح ولا لا؟ صح. برعايه الامير محمد بن فهد. طيب هذا اللي شجعني اكثر والله. كيف؟ هذا اللي شجعني انه في ناس التفتوا من الشغله هذه، اعطونا اهتمامنا. برايك وش اللي خلى انه مثلا انه هذه الهوايه يصير لها طابع رسمي، يعني يكون لها دعم حكومي او رسمي؟ وش اللي خلى هذه الجهات تلتفت لكم؟ يعني هذا المفروض اصلا يجي من رعايه الشباب. يعني كيف رعايه الشباب مقصره؟ الشباب مقصره لدرجه انه يعني هم يعني ما اهتفتوا بالهوايه هذه. في الغرب يا اخي الناس يصنعون سيارات، يعني درجات ناريه يصنعونها من شغله هو الناس. يعني يجيك يقول ايش تبي انت؟ ايش تبي الشغله اللي تبيها انا اسويها لك. يعني انا حقيقه استغرب مثلك، ترى انا مثلك اليوم استغرب انه رعايه الشباب ما في عندنا زي هالمواقف ولا في حضور. يعني الحضور اليوم يعني مثل في الشرقيه. شوف يمكن انا ما قاطع كلامك طبعا. شوف الشباب موجودين هنا كلهم. شوف الشباب كلهم هذا حاضرين ليه؟ جايين من الرياض. لا جايين من الرياض وجده وجايين من بقاع الارض. يعني خاصة المملكة السعودية يمكن جايين الناس من خارج دول الخليج. يعني جايين ليش؟ يعني تشوف تقصير من رعاية الشباب؟ تقصير اكيد تصير واضح. لو تمر على اي شباب هنا او واحد يعني لو تمر عليه وتقول له ايش ذا، تحس انهم ما يظن الرياضة هذه رياضة بس كورة اشياء معينة بس هذا اهتمام. طيب لان المفروض هم نكون اصلا قدوة الشعب العربي. طيب وش اللي احنا عندنا ترى يكون في علمك عندنا المادة وعندنا اشياء والله المفروض نكون مدعومين دعم. يعني نكون يعني انه يعني نوصل رسالة. يعني انت مرة ثانية ترجع وتقول رسالة. انا برضو برجع نفس كلامك لما تقول احنا نوصل رسالة. المشاهد اللي يرى انه هذا الامر يعني في تضييع للمال، تضييع للوقت كذا، وش الرسالة اللي انت ممكن توصلها للغرب؟ يا محمد صدقني كل شخص يحب شيء يدفع فيه ما وراه هدوء. ما ينظر انا كيف خسرت او انا ما خسرت. هو ما ينظر النظرة دي. النظرة مثلا حقين شو اسمه اللي هو من جهات هذا الليفل ما ليفل توصل الملايين. هل انت يعقل مثلا فحل يوصل 36 مليون؟ ليه؟ احنا فيه مضاربة، فيه مساومة، في محبين وصلوا للدرجة هذه. يعني انت الحين جالس تعمل مقارنة اللي هي تسمح او تعطي اللي هي تعطي مجال مثلا لهواة الابل انه مثلا يبيع ويشتري وتوصل الى ملايين. والشاب مثلا اللي يبغى يعدل سيارة تكلف 10,000 ولا 5,000 قالوا حرام. لا المقارنة يعني لو انك تعدل سيارته يطيح سعره. ما ادري في الغرب اذا عدلته لو تعدل مثلا اكسسوارات معينه دبل. لا انا بفهم النقطه اللي انا صراحه اول مره يمر علي شاب يقارن بين مساله انه مهرجان لحظه مهرجان كله اسراف في الفلوس. على الأقل البهيمه انا ادبها مثلا في الصحراء وتاكل بسرعه في الصحراء فهمت، وادفع عليها كل شهر يمكن 5,000 ريال شهريا. هل تعقل اني ادفع فيها 36 مليون؟ كم؟ 36 مليون. يمكن شفنا الشيء هذا في الانترنت، شفنا في كل مواقع. ما نبغى لدرجه ان الشعب انه ملغى ما نفهم. الله عندنا شباب الحين مطورين يمكن يبدعون في الشغلات هذه. يعني تقول عندنا كشباب يعني فرصه انه يدعمون. طيب حلو. لان المشكله ان الحين لحظه الحين ايصالي للسياره هذه للموقع هذا وتعديلي هذا اللي تعدل يمكن فوق يعني وصل يمكن يعني لو انه شخص ثاني بيعدل موتري هذا يمكن يوصل 120,000 140,000. لكن انا كاجتهاد خاص انا فاهم الشغلات هذه يمكن واصل 95. لكن شخص ثاني يمكن ما يوصل الشغلات هذه. طيب ابداع الشباب بالامور هذه تعتقد انه ممكن بكره مستقبلا باختصار مستقبلا انه يخلي الشاب ممكن يخترع شيء اهم او اقوى او لا يطور مهاراته يا شيخ. عندنا شباب عندهم مهارات ما شاء الله تبارك الله عليهم مره، ولو تعطيهم اي حاجه بدعوا. طيب حلو. بس المشكله ان عندنا يا اخي ان ننظر الرياضه هذه ما هي برياضه، هذا عيب، هذا العيب عندنا. يعني نشكر الامير محمد بن فهد والله يطول بعمره يعطيه الف عافيه. صدقني ما جيت هنا الا بجي بس اشكر على الشغله هذه. صدقني انا السنه راحت ترى كان فيه السياره هذه ولا جيت، بس السنه هذه جيت
عشان رسمية. عشان اشكر الله يطول عمره ويخلي لنا اشكر. طيب انت دعمنا يا اخي شيء والله نبي بس نقدم له الشيء بس اللي يستاهل. طيب انت جبت سيارتك على سطحة صح؟ يعني جايبها سطحة وده الحساب الخاص بترجعها على سطحة وبرجع حساب الخاص. صدقني حتى انا ما ابي اتكلم عن الشغلات هذا يعني بيني وبينك الشغلة طلعت يعني ليش انا اروح انا يعني مثلا تقول اهزأ نفسي يعني مثلا اروح لشخص يقول ادعمني كنا ما يسمع مني كنا يعني يقول ادعمني كنا ما يسمع مني ما يناظرني ما يشوف ليش انا بيدعمني يعني يحس اني اذا دعمتي بس حط الستيكر هذا ما انت السياره الفلانيه من المعرض الفلاني خلاص انا دعمتك حتى لو تبي تاخذ منها شيء ماده تحس انك راح تضره. انا مسوي له شيء يمكن الناس ينظرون له نظره. في النهاية نشكرك اخوي عبد الرحمن والله يوفقك ويقويك وان شاء الله نشوفك على خط الرياض راجع وما نقصها. لا ما تمشي السيارة. تسلم الله يوفقك يا حبيبي.